لو سألت أي حد هيقول لك إن الاتنين، وده كلام فاضي. سألت ناس كتير جدا وناس يعتبر في أماكن كبيرة جدا عن السؤال ده، وكان بيبقى دايما عندي فضول إن أنا أعرف الإجابة، وعادة بيبقى الإجابة الاتنين. أنا هقول لك دلوقتي الحقيقة. الشركات الكبيرة وخصوصا الانتربرايز بيبقى في فرق كبير جدا بين الشخص المهني والشخص الشاطر. الشخص الشاطر ده ممكن يشتغل بسرعة جدا ويطلع لك نتائج هايلة ونتائج غير متوقعة كمان، لكن الشخص المهني بيبني ثقة وبيبني تيم وبيخلي الشركة تعتبره إن هو أسيت محترم وتنفست فيه كمان وتعمل عليه استثمار. الشخص الشاطر من غير مهنيه هو ليابيليتي ومسؤوليه كبيره جدا عليك، نتائج هايله قوي في المشاريع اللي بيدخل فيها في الاول، بس بعد كده هيعمل مشاكل، هيخلي فيه التيم فيه احزاب، هيعمل مشاكل سياسيه في التيم ما بين التيم وبعض، ما بين الافراد وبعض، هيفضل ناس على الناس، هيدخل نفسيات في ما بين التيم وبعضه. الشخص المهني اللي من غير شطاره هو عامل زي الكومودينو، محدش بيحس بيه. لو اضطريت جدا تختار ما بين تو بروفايل هتختار المهني. الشخص الشاطر ده بيبقى نجم فترة معينة كده، لكن الشخص المهني بيبقى نجم على طول. ويا بقى لو مهني ومعاه شوية اجتهاد كده وشطارة. قولي في التعليقات بقى بتحب تشتغل مع مين فيهم.